لا أحد في مصر يرضى عن الموقف المصري الذي اتخذ في أزمة غزة. وليس معنى هذا أننا ندعو لحرب غدا ضد إسرائيل، لأننا نعلم أن الأوضاع الآن للأسف الشديد لا تسمح بمثل هذا الطرح بطريقة واضحة. لكن نستطيع أن نقول أن هناك 50,000 خيار غير الخيار الذي اختارته الإدارة المصرية في أزمة غزة. حصار الفلسطينيين أو المشاركة في حصارهم بهذه الصورة أنا بعتقد أنها جريمة يحاسب عليها التاريخ ويحاسب عليها الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يستطيع أن يقبل بها. يسألني السائل وماذا لو كنت رئيسا هل ستستمر؟ لا، بالطبع لا، بالطبع لا، لأن هذا الكلام يتناقض مع الحد الأدنى من قيمنا الإنسانية والليبرالية التي تؤمن بحق الإنسان في الحياة. هذا اعتداء على حقوق البشر في الحياة. لا شك أن موقفنا من مثل هذه الإجراءات مختلف 180 درجة. نحن دعاة سلام عادل، نحن دعاة حرية، نحن دعاة احترام لحقوق الإنسان، لكننا لسنا دعاة استسلام ولا ركوع ولا خنوع ولا أدوار لا أستطيع أن أصفها ولا أستطيع أن أتفق حتى مع السائل في بعض الأوصاف التي قالها، لكن الحقيقة هي أدوار غير مقبولة بالحد الأدنى. القضية تركيز في آليات ديمقراطية حقيقية لتداول السلطة في مصر. القضية ليست هي التركيز على التوريث، لكنها ضرورة البحث عن قواعد عادلة وفرص متكافئة للتنافس على تمثيل هذه الأمة، سواء كان في البرلمان أو كان في رئاسة الجمهورية. أعتقد أن هو زي ما قال، أنا بأشاطر الرأي وأثني على ما قاله، أن هناك توريث اجتماعي بدأ يتم في المجتمع. وبيسألني ماذا يمكن أن تقدم كرئيس قادم للذين لم يرثوا من أهلهم شيء. الحقيقة أنا عايز أقول لك طبعا التوريث الاجتماعي ده شيء مرفوض إلى حد كبير، لكنه يبقى في النهاية شخص بيورث مكتبه أو مهنته أو حرفته لابنه أو أي شيء يملكه. لكن مصر مش حزبة، مصر لا تورث، مصر وطن. نحن نتحدث عن بلد، مش بنتحدث عن شخص بيورث مكتبه أو عيادته لابنه. المسألة لا تقاس بهذا الشكل، ده يعني شوية تسطيح للموضوع. لكن في النهاية ماذا سنقدم؟ سنقدم قدرا من العدالة يسمح أن يكون ابني وابنك وابن كل مواطن في مصر له حقوق متساوية ومتكافئة. ما يبقاش في حد لمجرد أنه شخص مدعوم أو مساند أو ابن فلان أو ابن فلان يحظى بكل الحقوق، وشخص لأنه ليس له سند فيكون بلا أي حق حتى في حقوقه القانونية والدستورية العادية. نحن نريد العدالة، نحن نريد الحرية، نحن نسعى إلى قواعد شفافة وواضحة تسمح أن يشعر كل مواطن في هذا الوطن بالأمان، يشعر بالعدالة بالمساواة، يشعر أنه إنسان. نحن الآن في حاجة إلى قليل من الرحمة بالإنسان المصري، وأعتقد أن أي رئيس قادم لمصر يجب أن يضع هذا الهدف أمامه، لأن الإنسان المصري يستحق الرحمة بعد سنوات من القهر والاستبداد والفساد وإلى آخره من أشكال التفرقة والضغط على أعصاب الناس وعلى أخلاق الناس وعلى طباع الناس بالشكل الذي أصبح لا يحتمل الآن. خلينا نعود لتعريف جديد لفكرة المعارضة. لو أنت بتتكلم عن المعارضة اللي هي ال 25 حزب اللي الحكومة وافقت عليهم، فأنا عايز أقول لك لا أمل. لكن لو بتتكلم عن المعارضة يعني الشارع المصري، يعني سواق التاكسي، يعني الشباب بتاع الفيسبوك، يعني الشباب اللي عاملين مؤتمر موازي لمؤتمر الحزب الوطني اللي بينعقد الآن اللي هو مؤتمر القلة المدسة أو ما يسموه هنا القاهرة وليس الجابون، شباب 6 أبريل. أنا بعتقد أن أنت بتتحدث عن شيء حقيقي، بتتحدث عن تيارات حية موجودة في المجتمع بقالها سنوات طويلة يمينا ويسارا وقائمة، وإن كانت بلا تلخيص وبلا ختم من السيد أمين عام الحزب الوطني. في النهاية ستجد معارضة حقيقية. المعارضة الشكلية أو الصورية أو أحزاب بقرارات الإداري اللي صدرت بقرارات من الأمن والدولة ويعمل بها للأسف في بعض الأوقات أشخاص ينتموا للأمن أكثر مما ينتموا إلى الحركة الوطنية، هذه أحزاب لا أمل ولا رجاء فيها. أملنا ورجائنا في الشارع المصري، أملنا ورجائنا في أجيال جديدة تستطيع الآن أن تدخل على النت وترى ماذا يحدث، تدخل على الفيسبوك وتشوف ماذا يحدث، تدخل إلى الجامعات وترى ماذا يحدث،
تركب سيارة تاكسي أو ميكروباص أو أتوبيس وتسمع بأذنك ما كنا نسمعه في الغرف المغلقة منذ سنوات. الآن يقال في مصر علنا جهارا نهارا مصر تتغير، مصر حبلى بتغيير. أعتقد أنها الآن في الشهر الثامن في اليوم 29 في الساعة 23 لهذا التغيير القادم الذي نراه قريبا جدا. نتمنى تغيير عاقل آمن ديمقراطي يضيف إلى مصر وإلى رصيد مصر وإلى قيمة مصر ما خصم منها في سنوات الحقيقة حرمنا من كثير من حقوقنا فيها.